يا صباح الفل على الحلوين، ايه رأيكم؟ ده رز بالخلطة، شايفين الجمال عامل ازاي؟ وطعمه ولا اروع من كده، جميل جدا ونكهته حلوة قوي. هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا. هنشوف هنعمله ازاي، وهنشوف ازاي يكون مفيد لينا ولأولادنا بطريقة جميلة جدا ومفيدة، وطريقة شكلها حلو قوي وطعم جميل قوي. هنبتدي على بركة الله كده. هنجيب معانا نص كيلو فراخ مقطعة شاورما، او هنقطعها قطع بني، او ممكن ربع كيلو الموجود عندك، ممكن صدر فرخة. هقطعه عندي بالشكل ده. وبعدين هجيب بنجرايه ابشرها. احنا عارفين طبعا ان البنجر بيعزز من صحة الجهاز الهضمي، بيقي من امراض القلب لانه بيقلل الدهون الثلاثية، بيخفض مستويات هرمون الكورتيزول. كلنا بنسمع ان البنجر مفيد جدا للانيميا، وبيحسن من وظائف المخ، وبيقلل من تراكم الدهون في الكبد. بعد ما بشرنا البنجرايه عندي بالشكل ده، هجيب الفراخ واجيب معلقه سمن كبيره، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه كركم، ومعلقه ملح. طبعا احنا عارفين الفلفل الاسود طعمه جميل جدا ونكهته حلوه، وكمان مفيد في علاج السعال. والكركم مضاد اكسده عالي جدا، وكلها حاجات مفيده للصحه. هبدا اعمل الفراخ عندي زي ما تكون شاورما بالشكل ده، واسيبها لحد ما تستوي. واول ما تستوي الفراخ عندي هنزل عليها بمعلقتين كبار زبيب، ومعلقتين فول سوداني. وطبعا الزبيب طعمه جميل جدا، بالاضافه كمان ان هو بيساعد في تخليص المعده من السموم، وبيساهم في عمليه الهضم، وهو مفيد طبعا جدا الزبيب. والفول السوداني غني عن التعريف. فكلهم بيدونا نكهه حلوه جدا جدا للرز، وطعم لذيذ قوي وشكل جميل قوي. وبتنفع الوجبه دي، ممكن اعملها لوحدها، ممكن كمان ان انا احطها جنب عزومات. هنضيف البنجر بقى. والبنجر مجرد ما بيتقلب هو بيستوي بسرعة. ولو انتي حاسة ان هو ني شوية، ممكن بتضيفي نص كوباية مية، بيخلي البنجر عندنا جميل قوي وبيستوي ويدينا لون جميل جدا كده على الفراخ. ولو انتي مش حابة تضيفي البنجر فهو برضو اختياري، وعاوزة اكتفي بس بالفراخ مع الزبيب والفول، برضو طبعا بيبقى الرز طعمه جميل جدا ونكهته حلو قوي. بعد ما جهزنا الخلطة في حلة على النار، هحمر كوبايتين رز، او طبعا الكمية المناسبة اللي انتي عايزاها. انا كوبايتين رز بحمرهم جامد لحد ما اسمع صوت للرز. بضيف عليهم كوبايتين ونص مية، ومعلقة ملح. واول ما الرز يغلي عندي اهدي النار خالص، واسيبه لحد ما يستوي. كده انا عندي الرز استوى والخلطة جهزت. ابدأ بقى اقدمه في الاطباق. لو عندك العلب بتاعة الكاستر اللي هي موجودة في بيوتنا دي، بستخدمها. لو مش عندك استخدمي اي طبق بولة عادية خالص. هتحطي فيه معلقتين من الخلطة تحت، وبعدين احط عليها الرز من فوق، واضغطه ضغطة خفيفة. انا مش بدعكه يعني، بس عشان خاطر بس يبقى واخد شكل كده وشكله لذيذ قوي. وابدا اقلبه عندي في الاطباق واقدمه بالف هنا. الولاد هيحبوه جدا، وفي نفس الوقت وجبه مغذيه قوي ولذيذه، وطعم البنجر مش هيبقى باين، بحيث ان انت تقدري تقدمي لهم الحاجه دي بطريقه سهله قوي. وده الشكل النهائي، وبألف هنا عليكم، يا رب يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو يا ريت اللايك واشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا.